دولة ايش كبراتها بعظماتها، راتب مال موظف واحد يعادل 3 بلدان 3 دول. أزمة مالية صارت، شنو من تفكير عندكم؟ كل واحد يتعارك على مود كرسي منصب وزارة. مع الأسف عليكم، مع الأسف على شيئة علي، مع الأسف على شيئة علي. أنتم الحكومة العراقية صرتم مضحكة على العالم كله، على العالم كله. بالنتيجة شو راح تحصل؟ هذا افتهم شنو اللي تحصل بالنتيجة؟ تاخذ فلوس، الله شو تجاوبه بالقبر لما تروح تتحاسب؟ شو تجاوب ربك؟ فهمني الله، هذا افتهم شو راح تحصله اذا تمشي عدل. كل القانون، كل الدول النفطية انه كل مواطن يحصل نسبة من النفط، ارباح النفط. فانت ليش من تمشي عدل حتى انت كموظف تستلم راتب حكومي وراتب النفط؟ ايش راح يصير؟ حسبت قياسات على $50 باليوم حسب قيمة الدينار العراقي بالشهر، تقريبا يطلع مليونين إلا شوية، يعني تقريبا مليونين إلا 50 إلا 100، وذا نسبة 1% حسب مبيعات النفط. سعر البرميل من 5 مليون إلى 15 مليون 20 مليون بالشهر المواطن العراقي يستلم. يعني حتى لو أنت راتبك كموظف 5 ملايين، راتب النفطي أكثر من الراتب الوظيفي. حصة النفط مالتك أكثر من النفط، العفو، حصة الراتب النفطي اللي تربحها كل شهر أكثر من الراتب الحكومي مال الوظيفة مالتك. فدا تعجب شنو هاي الفوضى؟ يعني شنو حيوانات؟ مع الأسف الحيوانات عندهم نظام وقانون أحسن من البشر، أحسن من الإنسان إحنا نفسه. الله سبحانه وتعالى يمشي ويمشي الكون كله بنظام وقانون. ليش إحنا كبشر ما نمشي على القانون؟ ما نمشي على جزء من قانون أهل البيت. هو إمام علي عليه السلام حكم أكثر من 40 دولة، ما أعرف كم سنة، 30 40 سنة، الله أعلم. فأنتم البشر كوزارة مضحكة عند العالم كله، ويضحكون عليكم بأنه أنتم ما تعرفون تصفون آراءكم، تتفقون على فشي. موظفين، أغلبية الموظفين يسولفون، يعني كل واحد يجيني يقول لي راتب ماكو، يريد هذا المكتب على مود يستلم راتبه، أرقام موجودة بالكي كارد بالبنك الحسابي مالته، بس ما يقدر يسحبها لأن الفلوس ماكو بالسوق. ذهب مرات يوم يصعد مرات ينزل، يعني بيد ترامب. أنا هنا مو الذهب، أنا على الفلوس اللي تصرفوها. يعني شنو بالصدفة إذا أقلب على الفيسبوك نائب واحد بالوزارة يعادل 3 دول، ميزانية 3 دول، يعني تقريبا 20 مليون. ليش رئيس وزراء يستلم 50-60 مليون بالشهر؟ ليش؟ ورئيس وزراء أمريكا يستلم $5000 بالشهر. 50 مليون عراقي تقريبا يصير 35 ألف دولار، بهاي الحدود، ما متأكد. بس رئيس وزراء أمريكا يستلم $5000 تقريبا 8 ملايين دينار عراقي بالشهر. شنو الفرق؟ فرق كلش كبير. انت هذا الراتب اللي تستلمه انت الوزير وباقي رؤساء الوزارة، قلل من رواتبكم، فكروا بالشعب. انا دا اشتغل بهذا المحل عامل دا يعطيني باليوم 5، يلا برايكم شي يكفي؟ فهموني شي يكفي؟
حتى الولد الشاب الواحدة ما يكفي إلى المصرف 5000 دينار بهذه الأيام. يزودون الضرائب، يزودون الجمرك، يخلون قوانين الجمرك. احنا شو نسوي بالجمرك؟ شو نسوي بالضريبة؟ احنا عندنا دولة نفطية أصلها أرباحها على النفط وأكو سياحة. قانون السياحة ليش ما تثبتوه؟ هواي أشياء قوانين إذا تفكرون تمشون عدل لا تربحون خير من الله. السياحة بكل المحافظات خاصة كربلاء والنجف والكاظمية والعتبات المقدسة. المسلمين المتشيع الجديد يحب يجي يزور. السياحة لا غير مثلها، فنادق وغيرها وغيرها ومناطق كلها زبالة. كربلاء اللي عايش بها لازم أجمل مدينة بالدولة العراقية، الحكومة العراقية، هي زبالة وصاخة. وين ما أمشي تراب وصاخة. أختنق أنا ليش كبرتني ولد رجال شاب، أختنق لما أتنفس مرات أطلع بالشارع وصاخ. أنتوا وسخين، فوضى. وأمريكا تريد هيك شيء. ليش؟ على مود إذا العراق استقر راح يشتري العالم كله. شلون كان لما الدينار العراقي عادل $3؟ ما يريدون الحكومة العراقية تستقر، الدولة العراقية تستقر، تصير نظام عدل، فصيروا منظمين مرتبين، خلي العالم تحترمكم. مع الأسف على الأشياء مع الأسف على الوزارات والحكومة العراقية اللي ما تعرف ترتب وضعها بالأزمة المالية. وأنا تمنيت هذا الشيء، الأزمة المالية، أبي أشوف الحكومة شو تسوي. أطلب من كل موظفين الدولة حتى وزارة الدفاع والداخلية يطلبون من الحكومة العراقية بأنه يشوفوا لهم حل. هذا ما تشوفون لنا حل احنا نسحب نفسنا. تبطلون، اطلب من عندكم كلكم تبطلون او مو تبطلون، ما تداومون بالوظائف مالتكم كان من مكان خطورته. بس وزارة الصحة تختلف. رغم اللي باص أنا أطلب كمواطن فقير باص 4000 دينار ما عندي، وها حتى لو عندي فلوس يقول لك روح هذا ادفع الكي كارت. عندي كي كارت بس ما بي فلوس، ما أقدر أخلي فلوس بالكي كارت. شنو هاي ضوابط القوانين؟ ضوابط القوانين انتم ما متطورين. حتى دوائر الدولة كلها ما بيها حاسبات، بس مركز الدائرة بيها حاسبة. لازم كل الفروع الدوائر الدولة بيها حاسبة. كل شيء له حل، لكل مشكلة حل. وانتم ما تشوفكم حل الأبسط الأشياء هي شنو؟ وزارة تتعاركون عليها مثل الحيوانات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.